قطر الجرثومة تحاول إقصاء المنتخب المغربي من كأس العرب بأخبث الطرق. شاهد تصريح طارق السكيتيوي. قيمة وتشكيل المنتخبين حقيقة. تأخر المنتخب ماذا جرى قبل المباراة؟ لماذا تأخر المنتخب المغربي؟ بكل أمانة كابتن طارق. يعني تعذبنا. شفتك على أعصابك بكل أمانة، شفتك على أعصابك. تعذبنا كثير. ما نقدر نقول لك هو أننا ما دخلنا فقط يعني بضع دقائق قبل التسخينات، حتى لو سبيتش ما قدرناش اننا نديروه. لكن قدر الله ما شاء فعل. مدى صحة بعض التصاريح التي لم تجهز؟ خبر صحيح ام خاطئ؟ بعض التصاريح للاعبين او للاعب لم تكن جاهزة قبل المباراة. يعني خليني ما نخوضش في هذه الاشياء، فقط نقول لك بان كان التحضيرات ديالنا قبل المقابلة كانت، ولهذا كنشكر اللاعبين، كنشكرهم على لا مونطاليتي ديالهم اللي قويه بزاف. كاين اللي نقول لك باننا يمكننا بقينا تقريبا ساعه وخمس دقائق وحنا جالسين في الباص قبل الانطلاق، لكن قدر الله ما شاء فعل. تحرمنا كذلك من واحد اللاعب اللي كان تيتولير، وحتى الاخر لحظه عاد حيدناه، فالحمد لله على 3 نقط. شكرا.